فقال له: عظني. قال: بما رأيت أم بما سمعت؟ عظني. قال: بما رأيت بعيني وهذا آكد، أو بما سمعت بأذني وهذا أقل. قال له الخليفة: لا، بما رأيت. قال: رأيت عمر بن عبد العزيز على فراش الموت، وقد ترك 12 ابنا و6 بنات، وترك لهم ثروة 19 دينارا. الخليفة الذي يحكم العالم الإسلامي كله، 19 دينارا ثروته، كفن منها ب5، واشتري له قبر ب2 دينارين، والقبر كان بجوار دير سمعان. لما علم أنهم يشترون قبرا للخليفة خرج الراهب وقال: هو هبة من الدير لأمير المؤمنين. رفض عمر وقال: لا بد في الثمن، وأمر بعد سنة كاملة: احرسوا القبر وازرعوه ليستفيد به الناس. وبقي لكل ابن وبنت ميراثا يساوي 17 درهما، يمكن بلغة عصرنا 17 قرشا لكل واحد ولكل واحدة من أبناء وبنات عمر. هذا ميراثه. فقال الخليفة: وماذا بعد؟ قال: هشام بن عبد الملك لما توفي ترك 11 ابنا، كل ابن كان نصيبه 1000 يعني مليار. لا إله إلا الله. قال الخليفة: ثم ماذا؟ قال: رأيت بعيني ابنا لعمر بن عبد العزيز